السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. جالكم فيديو جديد النهارده، يا رب الفيديو ينال اعجابكم. بالله عليكم حبايب قلب اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناتي قناه ام ليلى. قبل ما ندخل في محتوى الفيديو بتاعنا يا ريت نسمي بالله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، حبيبنا ونبينا وشفيعنا يوم الدين محمد صلى الله عليه وسلم. عندنا النهارده معايا روتين قوي جدا جدا. روتين بيبقى يوم البهدله، انا بتبهدل فعلا في اليوم ده وبشوف احلى بهدله، بس النهارده انا مش هكنس غير الدوار بس لان الجو حر والمكان بقى وحش جدا جدا، فلازم امسك المكان ده انضفه دلوقتي حالا واظبط له الدنيا عشان احنا داخلين بقى على الشتاء، عشان كل ده لما يفضل والشتاء ينزل عليه هيبلط في البيت عندي، فانا مش عايزه الكلام ده. احنا معانا لسه يعني كام شهر كده، يعني شهر 8 و9 ويبدا الشتاء بقى يخش معايا، يبقى الجو يشتي في شهر 10. فانا عشان بس ابقى منضفه المكان اول باول كده، ما اسيبوش مركون لحد ما الشتاء ينزل عليه ويبلط لي الحاجات دي كلها. دي اكياس بتطير من الشوارع بتنزل هنا في البيت، ساعات ليلى بنتي تكنس في المطبخ بتنزل الكنسه هنا، فكل ده بيتكون كوس بتاع كيس فيه علف ولا حاجه ببقى افضيه واحطه هنا وانساه، فكل ده ايه حاجات هرس كده، فلازم كل ده المه وانضفه، والحاجه اللي ملهاش لازمه هشتلها ارميها، واللي لها لازمه ولها عوزه هركنها على جنب. فكل ده هيتنضف دلوقتي حالا، والمكان يتنضف لان الاكياس لما بتبقى في الدوار تتعلق في رجلين الطيور ممكن تقعد على رجليهم وتبوظ الرجلين بتاعتهم، فكل ده هيتنضف دلوقتي حالا. اللي ملوش لازمه هينشال واللي له لازمه هنركنه في جنب. زي ما انتم شايفين حضراتكم المكان وحش جدا جدا، عايز تروقه جامده، لان انا على قد ما بقدر كل فتره كده اروق مكان، فاللي بيجي عليه الدور بقى ايه بروق، فربنا ييسر يا رب ان شاء الله. الدكر اللي هناك ده انا واخداه من بيت قرايبي، ربنا يبارك، ده من سلاله البط بتاعي، بط خليط مسكوف على بلدي من السلاله السمراء اللي كانت موجوده عندي، فربنا يبارك يا رب. انا جايباه عامه اكبره واذبحه، اتقله واذبحه، مش هسيبه الانتاج لان انا حابه الانتاج بتاعي يبقى كله ابيض. فاللي حابب اسمر ان شاء الله اعمل معانا اسمر، لو حد حابب بط اسمر هشغل معانا بايه سلالات سود، فربنا ييسر ان شاء الله. فبيطلع معايا برده اسود لان البط بتاعي فيه ابيض على اسود اهوت. البطيه المسكوفه اللي هناك ديت والبطيه المسكوفه دي، دول من الاثنين دول مسكوفي صافي، البطيتين دول مسكوفي صافي وعايزين يرقدوا، وانا رافضه ان انا ارقدهم خالص عشان الجو حر ومش عايزه ان انا اهلك الطيور زياده عن اللزوم، فربنا ييسر الحال. فخليكم معايا، هبدا بقى اروق المكان ده كله لان المكان ده ياخد مني وقت شويه، فربنا ييسر الحال. هناخد بقى الحاجات دي الاول، دي انا بحتاجها في ترقيد الطيور، بحتاج ان انا احوط على بط صغير او حاجه، فدول مش هرميهم، انا هشتلهم اركنهم على جنب، بس الله المستعان لان الجو حر جدا جدا. زي ما قلت لكم ان انا ببقى لوحدي وبصور لوحدي، ما بيبقاش حد معايا، فبقى التليفون في ايدي وبشتغل بالايد الثانيه، فبيبقى الموضوع مرهق شويه، فربنا يعيننا ويقوينا جميعا يا رب ان شاء الله. احط بقى في المكان ده الحاجه اللي انا محتاجاها اركنها على جنب كده. القفص ده برده هنفضها واظبطها واركنها برده في جنب، دول بيبقى الطيور يبيضوا فيهم، فان شاء الله يبقى معانا موسم الانتاج في الشتاء. الطير كل ما تدفيه كل ما هيجيب معاكي انتاج كويس، فاللي انا هحتاجه زي ما قلت لكم هركنه على جنب مش هرميه عشان ما ارجعش تاني احتاجه وادور عليه. اطلعي يا حاجه كده، حتى لو ارضيتها مكسوره بتنفع، بنحط في ارضيتها شكاره او اي حاجه وبتنفع، يعني مش ان هي ما بتنفعش، كل حاجه بتنفع يا جماعه. بدل ما ارجع اشتريها تاني، انا جبت القفص العادي ب 10 جنيه، ده ممكن يتباع ب 30، اللي هو بتاع الطماطم ده ممكن يتباع ب 30، فبدل ما اشتريه هو عندي اهوت. حتى لو الارضيه مكسوره زي ما قلت لكم ممكن نحط في ارضيته حته بلاكاشه، هنفرش في ارضيته شكاره وهيقضي المصلحه وهيمشي العمل. فالحاجه اللي هنحتاجها ما نرميهاش ولا نهمل فيها، هنركنها على جنب ونسيبها. ده برضو اللي كان طالع من الفقاسه القديمه، حطه برضو هنا، مش هنرميه، مش هنرمي اي حاجه يا جماعه، كل حاجه بيبقى لها عوزه. عايز اثبته تحت عشان ما يقفلش على الشراعه اللي بتدخل تهويه للقطط. كده انا سقطته يا حبايب قلبي. نشوف برضو الحاجه الثانيه كده. لحد الان انا لسه ما كنستش، انا بلم بس الزوائد اللي موجوده عشان بدل ما ارميها انا بحتاجها، وده ينفع باب لاي حاجه برضو، ما ينفعش ان انا ارميه. كل اللي انا هحتاجه بلمه عين واحده عشان الم الكنسه كلها ارميها، والشكل القديمه دي كلها تترمى بقى على البحر الكنسه عشان يبقى المكان متروق كله مره واحده. الدنيا حايصه في الفاضي، مفيش حد بيقول لي انت من عيله مين،
ده اللي فاضل لي من البطاريه بطاطير الفراخ. كده بقى انا لميت الحاجه اللي انا محتاجاها، لميتها كلها في جنبه زي ما انتم شايفين. هبدا بقى اكنس الدوار كله وانضفه، وهرجع اوريكم، وهلم البلاستيك برده اللي ملوش لازمه برده، وهلم كل حاجه واحط كل حاجه في مكانها. فادعوا لي ان ربنا يعيني ويقويني. هياخد مني وقت، لسه في بواقي عيش اهوت، هحاول ان انا اجنبه في جنب على ما اكنس بس المكان وانضفه. فخليكم معايا يا حبايب قلبي. خلاص يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين حضراتكم كده، بسم الله ما شاء الله المكان بقى مختلف خالص خالص عن الاول. ربنا يبارك يا رب. النظافه فعلا حلوه، بتغذى الطير بتاعك. يعني الطير بتاعك لما يكون المكان بتاعه نظيف بياكل، والاكل بيبان عليه، لان طول ما المكان وحش الطير بتاعك بينكش في الكنسه، ممكن يكون فيها حاجه مسمار، فيها ازازه، فيها دبوس، فيها اي حاجه ياكلها تدمر الطير بتاعك. فلازم المكان يكون نظيف بالشكل ده. انا مسكت المكان كله نظفته كنسته، وشلت اي حاجه موجوده فيه، ورشيته ميه زي ما انتم شايفين بالمنظر ده. ما عادش اي حاجه في الدوار بتاعنا خالص، اللهم بارك. المكان بقى نظيف جدا جدا. انا بعلفهم مفيش اكتر من عيش وهرس البيت. هنجيب بقى شويه العيش اللي موجودين معانا هنا، جبت لهم العيش بتاعهم، كنت دخلته هنا عشان ما ينكتوهوش في الكنس. فدي العيش بتاعنا اهوت اللي بنحطه للطيور بتاعتنا. عيش مش متكسر، هو متفرفت بس كده. انا بشتريه كده، ناس يعني بيبيعوا لي الجماعه بتوع العلف، وانا بشتريه منهم. يعني هو رن عليا من امبارح وقال لي في عيش تعالوا خديه، فانا والله ما رحت له لسه، بس يا رب يكون هيشهولي، لان انا فعلا بزعل لما بكون قايله على عيش وبيحصل ظروف. انا بحطه على الارض، هم بياكلوه، بيحبوا ياكلوه على الارض كده. فربنا ييسر الحال يا رب. نضفت الاقنان ونضفت كل حاجه، عشان خلاص الطيور بتاعتنا هتبدا موسم الشغل، يبداوا يشتغلوا بقى، سواء بط او فراخ هيبداوا يشتغلوا. غسلت لهم المسقات بتاعتهم ومليتها لهم ميه اهو، والمكان بقى نظيف جدا جدا، اللهم بارك. هي الموضوع بيبقى متعب شويه وبهدلني، بس انا ببقى مبسوطه جدا جدا لما بلاقي منظر المكان بتاع طيوري بالجمال ده. يعني المكان بقى حلو جدا جدا. انا مطلعه شكاره كبيره جدا جدا اللي هي 50 كيلو مكبوسه، انا مجرجراها ورا مني مش قادره اشتغل، كنسه على حاجات موجوده في فضلات الطيور. فاشتلت كل ده ورق وكرتون وحاجات من دي كلها لميتها، واللي انا محتاجاه كله زي ما انتم شايفين انا ركنته في جنب. البلاستيك اللي انا محتاجاه ركنته في الشكاره ديت، والحاجات مسق الحيوان والحاجات والقفاصات كل ده انا ركنته في جنب بعيد عن هرس الطيور. فربنا يبارك يا رب ان شاء الله. ربنا يعيني ويقويني على خدمه طيوري، ان انا افضل معاهم كده على طول مستمريه، ان انا انضف الطيور واظبط لهم الدنيا. انا بقى هجيب الكنس بتاع الهرسه بتاعه المطبخ، احطها لهم برده على شويه بصل على شويه توم كده، واحطهم لهم ان هم ياكلوا فيهم، بس اقعد ارتاح شويه، لان فعلا انا فصلت ما عدتش قادره. انا بكمل معاكم الفيديو كده واوريكم انا عملت ايه، بس فعلا ما عدتش قادره. انا رشيت المكان كله بالخرطوم، والمكان بقى رطب جدا جدا وجميل للطيور بتاعتي. فربنا يبارك. الروم بتاعنا قدامكم بسم الله ما شاء الله. ده اللي فاضل بعد ما بعت منه كذا واحد بقى كده في الاول هم صغيرين، بعت منه كذا فرخ، واديت منهم ديكور ميه لبنت اختي وهي بتتجوز، عقبال عندكم جميعا. ودول اللي فاضلين معايا للتربيه ان شاء الله. فربنا يبارك يا رب. ربنا يبارك. الديك الاسود اللي كان تعبان الحمد لله هو اكبر ديك فيهم، هو هناك اهوت اللي واقف هناك ده، ربنا يبارك ربنا عافاه. اما الديك الابيض فهو ده مات من تاني يوم على طول. فربنا ييسر امورنا جميعا يا رب ان شاء الله، ويرزقني ويرزقكم جميعا الخير، اللهم امين. دي كان الفيديو بتاع النهارده. يعني انا بعمل فيديوهات رغم ان انا بتعب فيها، بس بعمل حماس للناس اللي قاعده مكسله انها تقوم تعمل اي مشروع تشتغل فيه، تربي طيور، تعمل اي حاجه، مش شرط طيور، تعمل اي مشروع. الست اللي قاعده في بيتها مستنيه انها تطلب طلبات كل حاجه، فهتقوم تعمل مشروع ان هي تساعد في البيت، تقضي طلبات بيتها، تقضي طلباتها، طلبات ولادها. حاجات بسيطه جدا جدا. هي تربيه الطيور على ما هي متعبه، بس الحمد لله ربنا بيرضينا منها ويرزقنا منها الخير ان شاء الله. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.